الشعب سويسري والحلم سويسري والواقع ليبي جنني حير الشيب العين. الشعب سويسري والحلم سويسري والواقع ليبي جنني حير الشيب العين. أنا سويسرية خيرك يا عبد الحميد؟ خيرك شد سلاحك، شو اللي جاء؟ أخيرا الدنيا ضحكت لي يا أخوي، أخيرا حلقنا ونعمنا وبديت معاهم. بديت معاهم؟ نعم. انت منو هذا؟ ولدي أحمد تعرفه ولا؟ إيه. بعد ما تم امتحانات الشهادة الإعدادية جاني وقال لي يا بابا من الكساد انه صغار شرانا بنديروا كتيبه. ايه كتيبه هيك صغير على داب الحال. وقال لي يا بابا انا عارف ان الكساد يعلم الفساد، وفعلا داروها ونجحت وصاحبك خش معاهم. مزبوط، عندك الحق، الكساد يعلم الفساد. تو يا عبد الحميد انت بعقلك يا راجل، بدل ما تشد ولدك انت تبدا معاه. شنو مالك مش عاجبك؟ دي هذه كتيبة معتمدة وعلى الورق ويا أخي تخلص من الدولة، وبعدين احنا مستعدين نسلموا المقر للجيش والشرطة، هذا إذا كان ناضوا. وبعدين كان مش عاجبك تو نكلم الجماعة يجوا يبيتوك عندهم ليلة ولا اتنين تطلع أكتر يعني. لا يا أخي لا، مطلع زمان على كتيبة في جنبكم. وبعدين كيفش عجبني أنا لفندي أحمد، كنت نتوقع له في مستقبل باهر بصراحة، أسد من يومه. يا عبد الحميد الولد مش صغير على الأمور هذه. صغير؟ يلا العظيم قال لك صغير. نحن لا نولد نحن لا نولد إلا الرجال من بطون الأمهات القويات، والله أكبر ولله الحمد. لا يا راجل ما تفهمنيش غلط يا راجل، أنا قصدي صغير في العمر وكبير في الفعل. هو راهو ما دام انت ابوه شنو بيطلع يعني؟ يطلع راجل من ظهر راجل. ايوه هيك نتفاهموا. وبعدين اسمع، من اليوم ما عادش تناديني باسمي وتقول لي يا عبد الحميد. امال شنو نقول؟ قول لي الكوبرا الزرقاء. حاضر يا فندي الكوبرا، حاضر. والله الاسم ما هو عادي يا بطل، يا باش مهندس، يا دكتور. انت باش مهندس دكتور ولا شنو قاعد ندير يعني؟ طلع اللي عندك، وسع بالك. طلع اللي عندك. ايوه وسع بالك يا عبد الحميد. لا نوسع بالي لا شركه، النقال، الفلوس، حتى الطاقيه نتاع الروامه هذه نبهها. مش عاجبينك التريس؟ بالله كان مش منهم اشبح شنو يصير فيكم. أخبار 11:30. أحرار وحراير سويسرا، أهلا ومرحبا بكم في أخبار 11:30 نقدمه لكم من استديوهاتنا في العاصمة السويسرية الأبدية. البداية مع العناوين. اتحاد نقابات قافلي الطرق يصدر بيانه الألف وسط تزاحم الأختام. وفي فقرة وجيجكم، مخترع سويسري يخترع جهاز أمني حديث يعرف بالحاوية الذكية. والآن مع التفاصيل. اتحاد نقابات قافلي الطرق ومعرقلي السير من مقره الكائن ببراريك ردافة طريق الشيلكة يعلن في بيان له بث الساعة 1 ليلا عن عزمه إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي لوزان وجنيف، وذلك دعما لزميلهم وعضو النقابة البطال الكوبرا الزرقاء الذي يطالب بتعويض عاجل وفوري
على انقطاع شنقة مركبته الثورية المسلفرة بعد دخول قط لمحركها، ويشتبه بأن القط هو من أزلام النظام السابق بعد أن قال ميو ميو ميو. أوبس. ونقابة تطالب الحكومة السويسرية الخامسة بالتسليم العاجل والفوري لهذا القط، في حين تعتذر الحكومة الشرعية على تلبية هذا الطلب لعدم قدرتها على قراءة البيان بسبب الازدحام الشديد للأختام. اخترع العالم السويسري شفرليت أشوستاين مؤسس علم المشطرولوجيا جهازا أمنيا حديثا يعرف بالحاوية الذكية، وهي مزودة بنظام إلكتروني حديث من وين أنت، وهو نظام استفهامي يقوم بدور كل الأجهزة الأمنية ومزود برد آلي استمر يا مواطن. ومعنا للحديث على هذا الجهاز العالم شفرليت أشوستاين من تريلته الهندسية. دكتور شفرليت، أهلا وسهلا بك في أخبار الحادثة والنفس. خير يا حر، تفضل ما يحشمك شيء. أنستنا يا سيدي الرجال. دكتور شفرليت، ما الذي دفعكم لاختراع هذه الحاوية؟ زي ما تعرف الدافع وطني ديما يا زميل. أنا شفروليت مواليد الدار، الجيل الذهبي، محركنا على البلاد عكس شفروليت الاستيراد، دبل شفرة وهمهم في باطنياتهم بس. الله 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 على الروح الوطنية. هذا ليس بغريب على قبائل الشفرليت المجاهدة. سؤال بسيط يا دكتور، وصف لنا هذا الجهاز وكيف يخدم، يعني كيف عمله، وهل هو موجود في كافة المقاطعات السويسرية؟ اختراع يا قدر وزعتها نقابتنا، نقابة المشاطين الوطنية، على جميع بوابات المنتشرة على أرض سويسرا الحبيبة، وطبعا يخدم ببرنامج إلكتروني اسمه من وين أنت OS، وهو قائم على نظام يا في البيس. يعني لو كان الخاطب من الحاوية من قبيلة سويسرية صديقة، نظام يرد استمر يا مواطن، ولو كان من قبائل العدو يرد النظام درس على اليمين يا. الله الله عليك يا دكتور، بالله عليك وصف لنا الاختراع هذا، وهل واجهتكم أعطال يا أبطال؟ جودة الاختراع يا قدر ما فيش أختها في السوق، وزيد أسهل وخليني آخر واحد. بالنسبة للأعطال فيه شوية حاجات، لكن لو كانت قيمة السيارة فوق 40,000 والفايد سواء من قبائلنا ولا قبائل العدو بيوقف الجهاز بروحه وانت ظابط عاد. طبعا أهم حاجة هي اللحمة الوطنية والمساواة. باهي كيف ممكن نتأكدوا من جودة الجهاز وطريقة عمله؟ حتى أنا حاسب حسابي وجبت معي عينة من المواطنين باش نشرح عليها فكرة الجهاز. هذه العينة اللي حكيت لكم عليها. طبعا هو ما طلعش سويسري بكل، والجهاز ما باش يرد مشي رديت أنا يا حاج، النتيجة زي ما تشوفها. شكرا أعزائي المشاهدين والمشاهدات، على أمل ألا تمروا بهذا الاختراع. السلام عليكم. الشعب سويسري والحلم سويسري والواقع ليبي، شنن يحير الشيب العيل. الشعب سويسري والحلم سويسري والواقع ليبي، شنن يحير الشيب العيل. سويسرية